عمرك كنت قاعد لوحدك في البيت وسمعت صوت حد من أهلك بينادي عليك من أوضة تانية ورحت ملقتش حد؟ لو ده حصل معاك فأنت نجوت من المنادي. المرة الجاية لو رديت مش هتلاقي حد يحكي لنا اللي حصل لك. الحكاية دي حصلت لواحد صاحب جدي في قرية مهجورة، كان قاعد بيذاكر تحت لمبة الجاز وفجأة سمع صوت أمه من بره البيت بتقوله: يا محمد اطلع ساعدني يا بني للحطب. محمد لسه هيقوم افتكر ان امه اصلا مسافرة عند خاله من يومين. جسمه قشعر، بس الصوت كان حقيقي لدرجة انه ما يتصدقش. قرر يبص من خرم الباب، لقى واحدة واقفة في الضلمة لابسة لبس امه بالظبط، بس كانت واقفة مصلوبة وما بتتحركش، ومن غير ما تفتح بقها الصوت كان طالع منها: يا محمد اطلع يا بني. محمد مسك المصحف وفضل يقرأ، والصوت بره بدأ يتحول من صوت أمه لصوت صراخ مرعب، والباب بدأ يتخبط عليه بقوة وكأن في حد عايز يكسره. الصبح لما الناس جت لقوا آثار ضوافر محفورة في خشب الباب، آثار ل6 صوابع مش 5. المنادي ده موجود في كل حتة، بيستنى لحظة سرحانك عشان يسحبك لعالمه. نصيحة مني، لو سمعت اسمك بيتنادى وانت لوحدك ما تلفش وشك وما تنطقش بكلمة. مين فيكم سمع اسمه بيتنادى قبل كده وهو لوحدك؟ احكولي في الكومنتات عشان ننبه بعض.